انا وانتينا والجميع كامل ولينا مدمنين على الهاتف. دائما لازم نخربوه في الهاتف حتى لو ما كنا نديرو به حتى حاجه. دائما قاعدين مع تليفوناتنا، نجيو نحسو نرفدو التليفون ديالنا من نوضو الصباح بكري. تانيك حاجه الاولى اللي نديروها نرفدو البورطابل ديالنا، نكونيكتيو بيه ونشوفو واش ما كاين اخبارو هذيك، نغسلو وجهنا نغسلو اسناننا، نكونو ماسكين بالبورطابل، نجيو نفطرو نجيو ناعسين. يعني في كل وقت وفي كل مكان نستعملوا الهاتف ديالنا. اذا وصلنا لواحد المرحله ولا التليفون جزء من حياتنا. اذا هذا اليوم انا قررت باش نعمل تحدي، نعيش يوم واحد فقط بدون الهاتف ديالي. اذا كنتم مهتمين بهذا المحتوى اللي نقدمه، معكم فاطمه، ونقدم محتوى نصائح للبنات. للمهتمات ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس هكذا باش يلحقكم كل جديد. شوف، قبل شيء لازم تحددوا ما هي الأنشطة اللي غادي تديروها في هذاك النهار هكذا باش ما تملوش بالخف. انا نضت الصباح بكري، غسلت وجهي عادي بالماء عادي، رحت نيطوايج، بديت بالكوزينه، غسلت المواعن. من كملت المواعن قلت نطلع للشومبرا ديالي نيطواييها. هنا حليت الطاقه هكذا باش تدخل شويه هواء. الميس قبل الفراش ديالي والصوالح اللي كانوا كاينين بس كون باغا نسيق البيت. انا بعد ما لميت كامل اللي كانوا في الارض الفراش وكاع، رحت جبت الماء وبديت نسيق في البيت. فلت الماء هكذا وسيقته نورمال، سيقته لميت الخمل تاني بالماء وصايي. وعاود هنا جبت الماء ودرت فيه شويه هذا المعطر تاع الجو هذا باش يطلق ريحه مليحه في الشومبرا. درتي واحد شويه وعاود جيت الماء وعاود سيقته هكذا وخرجته برا للحوش. تكون عندي انا البيت ديالي قدام الحوش، يعني بالخف خرجته. انا درت الريحه تاع معطر الجو، درت شويه تاني باش تطلق الريحه هكا. جا البيت هكذا فيه ريحه مليحه، ريحه النقاوه. هنا رحت بعد ما كملت رحت غسلت وجهي، بس انا ما نغسلاش في الصباح، لانه في الصباح لازم اللي يكون الوجه ديالنا مزيت. اذا ما لازمش نغسلو، هذاك الزيت مليح للبشره ديالنا، بس كنا في الليل تتجدد البشره تاعنا. في الصباح يخرج هذاك الزيوت، هذاك الزيوت ملاح للبشره. يعني من الافضل انكم نغسلوها فقط بالماء، وكان اللي ما يغسلش حتى بالماء باش هذيك الزيوت تمتصها البشره ديالنا بتكون مليحه. هنا انا عمل مين كملت كانت تقريبا الوحده، رحت غسلت وجهي بهذا الغسول، غسلت قبل يديا مليح وغسلت وجهي هكا باش حتى هذوك مين تكون هذا نيطواي يجيو هكا الاوساخ في وجهك ولا خلص. اذا من الافضل تعمل هذا الطريقه من تكمل نيطوايج تاعك تاع الدار. غسلت وجهي هنايا بالغسول ديالي اللي موالفه نغسل به. عاود حبيت نغسل تانيك ولا ندير وجهي في الماء البارد. جبت هنا مكعبات هذا تاع الثلج باش الماء يجيني بارد، وحطيت فيه هذوك المكعبات، حطيتهم في هذاك الماء وغادي ندخل وجهي في الماء في الطاسه هذيك. الا الطاسه تاعكم صغيره كما انا الطاسه تاعي دي صغيره، اذا ندخل فقط نصف تاع الوجه ديالي فيها هكذا باش نخليه واحد الثواني يعني، ونعاود نخرج وجهي هكذا باش البشره هذا الماء البارد مليح للبشره تاعنا. هنا نظفتها من كملت مليح للبشره تاعنا، يرطبها الماء البارد، يرطب البشره ويشد البشره تاعنا. هنا من كملت رحت جبت الكريم ديالي اللي موالفه نديره. انا ندير هذا الكريم، درتها وزعتها في يدي، عاود بديت نطلي في وجهي. هذاك الكريم درتها فقط في الوجه، بصح تاع تحت العيون ما لازمش ديروا هذاك الكريم تاع الوجه، ما لازم ديروه تحت العين، لازم تشريو هذا. انا عندي هذا اللي كتشوفوا فيه، ندير هذا شويه هكا في صبعي ونعمل من كل نعمل في المرطب نبدا مساج لوجهي باش هذاك الاخر يدخلوا في الوجه، فهمتوني؟ يعني ما تخليش كيما هكا، لازم تعمل له مساج تطلع من تحت لفوق يعني هكذا باش تشد البشره ديالك. هنا من كملت هذيك هي كانت الظهر اذن، قلت نروح نفطر قبل لا عاد نروح نصلي. فطرت ورحت توضيت وصليت. هنا من كمل انا الصلاه ديالي نقرا هذيك الاذكار تاع سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره، والله اكبر نقراها 34 مره. مليحه هذيك، مر كل صلاه لازم تقراو هذه الاذكار. عاود نروح نقرا القران
القرآن أنا فما حبست زعما ديك القراية تاعي راني مكملة، يعني لازم فما راكم محبسين تزيدو تكملوا يعني. هنا عاود رحت قيلت، هذيك هي كانت الزوج. هنا دروك انا عادي باسكو انا مضاريه مع الوحده مع الزوج عاده نخرب في البورطابل تاعي، يعني شويه الملل هكذا ما جانيش من كثر اللي لازم تحملوا انشطه هكا باش ما تملوش، باسكو كنت تكوني واقفه وقاعده في الدار لازم تمل، يعني تحبي ترفدي هذاك البورطابل. اذا انا هكا لازم ندير هاد الصوالح باش ما نملش بالخف. هنا رحت درت الكاطو، درت صابلي. كنت ديجا كاتبه الوصفه البارح في الليل. عاود هذيك هي من كملت كانت العصر اذن، صليت العصر ورحت شربت كاس تاعي هكا تاع العشيه والاخر. هنا من كنت نشرب تاعي هنا حسيت بالملل، حسيت مثلا تكوني تحسي روحك انك صايمه من كثر اللي موالفه تخربي في البورطابل، تحسي روحك بالملل، تحسي انك صايمه سيفري، يعني تحسي انك دوكا كي تاكلي تعاود تحسي بالجوع، هذاك الجوع من البورطابل ما يجيوك هكا. هنا عاود من شربت لاتاي في خاطري رحت زدت كملت. هنا كنت نعمل الصابلي، درت له الكونفيتير هذا وعدلته. هنا ما كملت نهار لك الكاطو رحت ريحت شويه، هذيك هي ما ريحت شويه رحت نشوف الساعه لقيتها قريبه 9 تاع الليل. هنا قلت زعما شوف من كثرة اللي ما تفرج حتى في البورطابل، يعني ستيلي تنساوه. هنا اختي كانت تتفرج التيلي، يعني جيت قعدت هكذا لقيتها تتفرج التيلي. A few moments later. هنا لقيت روحي نتفرج في ام بي سي بوليوود، يعني مهم البورطابل ما خربتش فيه حتى الليل. هذيك هي تفرجت لهذا اللي كان يلعب، عاودت ما رحت نعست يعني بلا ما نخرب في البورطابل. رأيي في هذه التجربة حاجة مليحة انك ديري مثلا نهار واحد، يعني في الاسبوع تختاري نهار واحد ما تخربيش كامل في البورطابل وتقضي نهارك عادي. بصح لازم كما قلت لازم يكون عندك هيدا انشطه تحبي تخدميهم هكذا باش ما تحسيش بالملل. التجربه تاعي كانت اني حسيت انه راني صايمه كما قلت لكم، تحسوا راكم صايمين. هي شوف هذاك الاحساس يجيكم فقط هكا من كثر اللي موالفين زعما بالبورطابل، يجيكم هذاك الاحساس هيدا باش تعرفوا بلي هذا البورطابل له تاثير بزاف، يعني كيما الادمان، يعني هو يخليك تدمن على البورطابل بها تحسي بهذاك الاحساس. ومن تشوفي زعما كون تروحوا تشوفوا البورطابل ولا تتفرجوا في البورطابل يروح لكم هذاك الاحساس عادي، يعني يولي لكم نورمال على بها. اذا ننصحكم تعملوا هذا اذا ما تنساوش ثاني الاشتراك في القناه هكذا باش يلحقكم الجديد، واعملوا لي لايك لهذا الفيديو وباي باي.